ده بيت حسان، وسرقته مش حاجة هينة ولا ممكن هتعدي بالسهل. جمد قلبك يا كبير، واحنا هنسرقوا معزه ولا خروف؟ احنا هندور على تحويشة العمر، فلوس او ذهب، ودي حاجه ما يعرفهاش الا صاحبها، وممكن يكذبوا فيها. تحويشة العمر ده نعرفوها كيف يا فالح؟ هيكون دسسها وين؟ في الفرن ولا تحت الأرض؟ بيت الكبير في امان، والامان بيخلي صاحبه ما ياخدش اخواني ويحط فلوسه في اي مطرح. وبيت الكبير ده هندخله كيف؟ هنكسروا الباب؟ خطر، لو حد شافنا هتبقى مشكلة. لو فتحه سهل يبقى ما فيش مشكله، بس الاحسن ندخل من السطح وما نسيبش اي اثر. الله ينور عليك، ندخله من السطح عشان يشك في أهله وناسه ودماغه ما تحدفش ناحيتنا خالص. ربنا يستر، ما تقلقش انت. بس لو اتمسكنا نافع تبقى فضحتنا بجلاجل وهنتعايروا بيها العمر كله، وساعتها مش هيكفيني فيها قتلك يا وش الفقر انت. اطلع اطلع اطلع. يلا اطلع على مهلك. وين السلاح يا ريس؟ على مهلك. يد. تعالى يا كبير. وطي صوتك لا يكونوا فايتين زرزور يحرس المطرح. قول لي هذا يا فالح، هندوروا فين دلوقتي؟ لو انت مطرح حسان وعنديك ذهبات وفلوس، هتدسهم فين من غير ما حد يدرى؟ لو انا مطرح حسان وعندي فلوس وذهبات ما هدسهمش في البيت من اصله، هحطهم جوا نخله ولا ادفنهم في بطن الجبل. لكن حسان هيدسهم في الدولاب او بالكتير تحت السرير. قطه هيتعالي. اراهنك من غير ما ندعبس هنا ولا هنا، شايل الفلوس في الصندوق ده. طب ما ناخدوا الصندوق هلا بيلا ونبعدوا بيه بعيد عن هنا. اجدي عمياني، مش نطمن الاول؟ يا ابوي ده تجري الرصيد. لا فين العتل، هكسر الجفل. خد. ايه دي هدوم؟ ايه ده؟ يا ملجرون. يلا يلا حبي حبي بسرعة حبي. يلا 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 بسرعة. ايه الكتاب الاسود ده؟ انا عارف ان انا بعرف اقرا واكتب، ما انا زيك حمار. ما يمكن كاتب عدد الفلوس اللي احنا بنسرقها. طب خلاص فتولها، خليه يطمن، رجع الحاجة مطرحها. يلا خد من بقيتك. He missed the Kenner station because of the drugs. Will we leave him asleep till Aswan? Yeah, we will take him home with us. It will be a bad surprise for him when he awakes there. Absolutely not. It will be a good one. Because he wants to be with us. خد بالك يا دياب، اي غدر منك هروح لحساني واقول له وهتبقى مجزره.
كأنك عبيط ولا ايه؟ خبر ايه يا نافع؟ ده انت اللي دسيت الفلوس بيدك تحت النخلة، يعني انا اللي مأمن لك مش انت اللي مأمن لي. وبعدين انا لو في نيتي غدر ما كنت قتلتك وخلصت. تقتل ولد عمك يا دياب؟ يكون في علمك مرتي وعيالي عارفين اني سهراني معاك، يعني لو ما عودتش تبقى انت اللي عملتها. يا بو يا بو يا انت لو اتقتلت انا اللي ملزوم ناخد بطارك، يبقى نقتلك كيف يا ولد عمي؟ يلا بينا دلوقتي نطلعوا على منظرة الكبير ونبيتوا على المصطبة لغاية الصبح عشان نحبكوها قدام الكل. والله هنتنغنغ يا كبير، فلوس كتير قوي تغنينا العمر كله. بطل رط في الكلام يا فجري، ياما الموضوع يتم على خير، عشان الموضوع ده لو اتكشف هتضيع فيه رجاب كتير. عشان كده عايزك تخلص خالص، تقطع لسانك، فهمني؟ واول ما نوصل البيت هنديك قرشين تصرف منهم عشان ما تتسرعش على الفلوس، بس بقول لك ايه، تصرف بالعقل عشان ما يقولوش جبت الفلوس دي من وين. يلا بينا قبل النهار ما يشكشك علينا، يلا يلا. يا حزن ابوي، اهدي يا خواجه. حريم قاعدك دي من غير لا حياه ولا خشه. شفت بقى راحت عليك نومه في القطر جت بفايده ازاي؟ لو ايه جت بعد ما مسكت صحتي. تحب نقعد ونشرب حاجه وتتفرج براحتك؟ نقعد قوي قوي يا خواجه. ده واتفرج كمان، يا سلام. وانا طول او فرصه برضو نكمل كلامنا في الجو الجميل ده. ايمي خواجه، انا قلبي قلقان منك، حاسس انك حفر لي حفره علشان الحكومه تقبض عليا وانا معيش بطاقه. بسيطه يا حبيبي، نعمل لك كارنيه تبعنا تمشي بيه وانت مطمن. كارنيه يعني ايه؟ كيف البطاقه دي؟ مظبوط، لو قبضوا عليك وشافوا الكارنيه معاك هيتصلوا بينا في المؤسسه يقولوا لنا الراجل ده تبعكم، نقول لهم تبعنا، يسيبوك على طول. احبك يا خواجه، احبك يا خواجه. يا سلام يا سلام يا اولاد. كمان يا خواجه، لما بنزل البندر بحس ان انا قلبي وجع في رجليا. بس لازم تقعد هنا يوم او تجي لنا يوم تاني عشان تستلم الكارنيه. يوم ايه؟ قول 2 3 10، المهم ان ناخد البطاقه. بسيطه قوي، يبقى انت كده ضيفي وطلباتك كلها مجابه، هفسحك وهبسطك، وهو بالمره برضه هيبقى في شغل كبير قوي بيننا. تعرف يا خواجه، انا اول ما شفتك قلبي ارتاح لك. وانا كمان، شنطك سبقتك. صح جوزك يا نفيسه يفطر. يا دياب دياب، قوم اشرب. اوي احنا نمنا هنا ولا ايه؟ انا وعيت لكم في الفجر لقيتكم نايمين. نافع يا نافع، ما تقوم يا راجل. الحقني يا دياب. نافع جسمه بارد ليه؟ ايه مالك؟ نافع 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 نافع، يا نافع تلاقيه نايم. نافع قوم. نافع مات. جوزي مات يا دياب. بس يا مرة فجرة ما تفوليش عليه. جوزي مات. ما كان زي الفل. واعي يا دياب، واعي ركبته يا دياب زرقاء كيف؟ ايه ده؟ دي قرصة حنش، اسنانه معلمة. ها نافع 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 نافع، رد عليا يا واد عمي. يعني ايه؟ يعني ايه يا دياب؟ جوزي مات؟ محدش قدر ينجده. اخصى عليك يا دياب. بس يا مرة ما غداش ليه يا دياب؟ قرصه كيف؟ يا مرة شوقي يا واد عمي. يا ابوي دي قرصة حنش. قرصة حنش؟ بقية في حياتكم. ايه؟ يا عزك يا نفيسة، يا عزك يا نفيسة على جوزي. قوم يا نافع، قوم يا نافع، يا مرة
95 عديات 96 شيء يا ريس حسان كده حقك تمام. وده صح، دي حاجة ما تزعلش، سلم واستلم، أنا لا أحب العقود ولا الشكل. أوامرك يا ريس حسان. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، مع ألف سلامة. مع السلامة. مع السلامة. هم أنت وهو، يلا همه. هم يلا. يلا. مع السلامة. مع السلامة. السلام عليكم يا كبير. وعليكم السلام. خبر ايه يا محروس؟ مالك مسروع على ايه؟ نافع البنداري مات من شويه. لا حول ولا قوة إلا بالله، ده عنده عيال صغيرين. مات كيف؟ ده كان بصحته وعافيته. بيقولوا كان بايت مع دياب قدام بيت همام وجرسه حنش. ودياب ما سعفوش ليه؟ ولا ما سمعش صريخه؟ روح. فوتك من دياب يا كبير، خلينا في نافع ما جراش ليه على اي بيت ينجده يموت كده من سكات. تلاقيهم كانوا متولين واخدين مخدرات ومش داريين باللي بيجرى حواليهم. بقول لك ايه، المهم لما الرجاله عشان نروح نحضر العزاء والجنازه. يلا. مش واجب برضه يا كبير نبعت لعياله شغل غله؟ ايوه واجب برضه. خلاص حمل الرجاله والعربيات ونعود على النجح، وهناك تبقى العربيات تحمل الحريم علشان تعزي نفسها. حاضر. يلا. لا حول ولا قوه الا بالله. يا حلاوة يا أولاد. إيه القمر ده؟ إيه القمر ده؟ إيه الحلاوة دي؟ طيب قولي بحبك يا همام. بحبك يا همام. إيه بحبك يا همام، وأنت كمان قولي. جالس. مين دي؟ بحبك يا همام. قولي بحبك يا همام. مالهم دول؟ فيها خواجة رايحين فين؟ تعالوا هنا. تعال انت. زبالين ليه؟ يا خواجة فيها وانا زعلتهم ولا ايه؟ لا ما تقلقش، اقعد. يا حلاوة يا أولاد، كأني عايش في الجنة صح. يا سلام، وخصوصا يا خواجة بعد البرشامة اللي أنت أعطيتها لي. صاحبك كان بيضحك عليك يا همام، فيتامين سي. صاحبي عمره ما ضحك عليا يا خواجة. صاحبي كان بيقول لي إن هو زي ما بتقول كده علاج للبرد. بس تعرف يا خواجة، وكتاب الله كان بيجيب معايا نتيجة. اسمع بقى لما أقول لك بقى. إيه؟ طب استنى، قول. أنا عندي عقل واحد. أيوه. بالطريقة دي لو استمريت معاك هخسره. همام، سؤال تجاوبني عليه بجد. أنت عايز تشتغل معايا ولا لأ؟ أنا عايز أشتغل معاك يا خواجة وكل حاجة، بس يعني كنت برضك عايز أسمع كلام صاحبي وحبيبي مناع لما قال لي نبطل زراعة الحشيش. ما عادش يجيب همه يا خواجة. عشان كده كان بياخد المكسب لنفسه وبيضحك عليكم، وبقى غني وعنده أراضي ومصانع وأنتوا لأ. خلاص يا خواجة، قول لي مناع كان بيبيع لك طن الحشيش بكام، وأنا أعرف ساعتها إن كان بيسرقني ولا لا. هاي فريمان، بالشكل ده همام ومناع مش هيرجعوا أصدقاء أبدا تاني. اسمع فريمان، أنا عارف إنك مالكش في سكة المخدرات، ولكن أنت اللي هتوجه همام، لأنه مش هيثق في أي حد تاني غيرك. أوكي، هبعت لك لوجاني وهيساعده إنه يعمل أي حاجة أنت تقول عليها. رايت، باي. إيه يا مناع؟ عايز تعمل مصلح اقتصادي؟ أنا هخليك تستحق جايزة بني للدمار الشامل. ألو؟ اهدى يا خواجة، اهدى. انت فاكرني ما اعرفش استقرا ولا ايه؟ كاتبني بقول انفار يا خواجة؟ لا يا خواجة، انا عندي السجن ولا ان انا كاتب بقول انفار. اهدى بس. انت لو رحت الحكومة دلوقتي عشان تطلع بطاقة، عايزهم يكتبوا لك ايه في خانة الوظيفة؟ مدير عام؟ اكتبوا ان انا رجل اعمال، اكتبوا ان انا من الاعيان، اكتبوا لي كبير عيله يا خواجة، بس ما تكتبوليش بقول انفار. ده كارنيه مؤسسة يا همام، واحنا ما عندناش وظيفة تناسبك وتأمن لك حرية الحركة الا الوظيفة دي. ماشي يا خواجة، ما نشوف اخرتها. هداريها من العيله عشان لو حد شافها ممكن يتملس عليا. المهم دلوقتي انا هعرفك على شخصية مهمة جدا هيساعدك
وهيعلمك ازاي تأمن نفسك ويسلمك البضاعة وتسلمها له بطريقة سهلة جدا. ايوه يا خواجه، بس انا قلقان خايف، حاسس انكم كده ممكن تغدروا بيا. نغدر بيك ازاي؟ ده انت الراجل بتاعنا، واللي انت عايزه احنا عايزينه، وهنساعدك في تحقيقه. عايز ايه تاني؟ فلوس؟ هنديك فلوس كتير، وسلاح، سلاح حديث هيضمن لك تبقى الزعيم ويساعدك ترجع الفلوس اللي خدها منكم مناع. ايوه يا خواجه، كلكم ورجعوا الحق لناسكم تاني. اخر حاجه كنت اصدقها ان مناع ياخد لوحده قد ما بتاخد عيلتي كلها. هو مناع كان بياخد التلت والتلتين بيوزعهم على كل اهل النجعه، عشان كده بقى عنده مصانع ومزارع وبقى في العظمه اللي انت شفتها دي. طب وهنرجع حقنا كيف يا خواجه؟ ما اقدرش اقول لك ازاي الا لما اضمن انك تبقى معانا وتنفذ اوامرنا وما تخالفهاش ابدا. انا معاكم يا خواجه، انا معاكم، واحلف لك على كتاب الله ان انا معاكم. جو، دخل سينيور لوجاني. مين؟ اسمه الراجل ده؟ كفايه تقول له سينيور. سينيور. تحت امرك يا خواجه فريمان. اهلا يا همام. اهلا يا سينيور. اهلا يا سنيور. ازيك؟ الحمد لله يا سنيور. تعالى، عايز اتفق معاك على حاجه كده. قول. احنا عشان نباشر خطوات الانتاج من اولها لاخرها لازم يكون لنا بيت في النجع، واي حاجه انت عايزها وتحتاجها من فلوس او سلاح هنديها لك. وما تنساش يا همام انك داخل حرب كبيره قوي. الحرب دي لازم تنتهي بنهايه عيله حسان. وانا اضمن لك تبقى الاقوى، بس بشرط اضمنك انت الاول يا همام. يا ابويا علي قتل ياسين، قتلوا السود عينيا يا ابويا من فوق ظهر الجيفين ويا بني. لا مؤاخذة، ما خدتش بالي انك قاعدة هنا. ما حصلش حاجة، شوف انت هتعمل ايه. انا كنت جاي اطمن المزقة فيها مية. انت ليه ما رحتيش معاهم العزاء؟ وانت مالك؟ حقك علي، اصلهم اول مرة يهملوكي وحدك، قلت اطمن. انا ما بحبش البندرين ولا بحب اخد بخاطرهم، اصل هم سبب وقف حالي بالزور. ما تخزنيش في السؤال يعني. انت ليه ما اتجوزتيش لحد دلوقتي؟ اصلك حلوة قوي. اصلي بصراحة يعني انا ما شفتش واحدة بجمالك قبل سابق. ما تتحشم يا باشمهندس، ولا عشان سمحت لك تتحدث معاي تقوم تجل حياك. انت اول واحدة اتكلم معاها من وقت ما جيت هنا، فما تأخذنيش يعني لو طلعت مني كلمة كده ولا كده. صدقي انا كنت نسيت صنف الحريم لحد ما شفتك وانت بتتسبحي في المسجد. يا مصيبتي، ما تخافيش، مش هقول لحد. انت كنت مدسوس فين؟ اوعاك تقول لي وسط الزرع. مدسوس؟ والله ما كان قصدي. اسكت اسكت خالص. يا فضيحتي يا فضيحتي. طب اسمعيني طيب. انت قليل الحياة، اوعاك تقرب مني ولا لسانك يخاطب لساني. يا بنت الناس قلت لك مش قصدي. قلت لك بعد عني، بعد عني لا صرخ وخليهم يقتلوك وانت واقف. يقتلوني وانا واقف كيف يعني؟ ايه الغباوة اللي انا فيها دي؟ حد يقول الكلام اللي انا قلته ده؟ مري اللي انا هببته ده اعمل ايه؟ يا نسمة بالله عليك ما تزعليش مني. بعد عني، انا بكرهك. وانا بحبك. من وقت ما شوفتك وانا ما بنامش. انا حاسس بالذنب ناحيتك، بس بقول يمكن
ربنا عمل كده عشان تبقي من نصيبي. ربنا قال لك تغض بصرك، مش تتجسس على الناس الآمنة. روح يا شيخ الله يسامحك، كشفت سري وفضحتني قدام روحي. اسمع، لو طلبت يدك من ابوكي توافقي؟ ما تتعبش نفسك، ابويا مش هيوافق، ولا انا هقبل واحد زيك قليل الحياة، وسيبني في حالي. حقك عليا مرة تانية. أنا قليل الحياة فعلا. إيه اللي أنا عملته ده؟ لو قالت لأبوها هقف قدامه كيف؟ هحط وشي في وشه كيف؟ أنا ألم خلقاتي وأرحل. طب أروح فين؟ يدبرها ربنا. لا حول ولا قوة إلا بالله. أول مرة في عمري يا كبير أشوف دياب حزنان وبيبكي كيف الحريم. حاسس بذنبه، يقول له المخدرات اللي بياخدوها كان يمكن يحس بيه ويسعفه، لكن ما درش بحاجة. عشان يعرفوا انك كنت عاوز صالحهم لما قلت لهم يبطلوا الهم دي. كل واحد عقله في راسه يعرف خلاصه، وكل كبير يتحمل وزر عيلته. انتوا هتقعدوا هنا؟ فيها ايه؟ بيتنا وملناش متوى غيره. بس نسمة هناك في الارض وفاكره اننا هنعاود. قاعدة هناك وحديها؟ قالت مالهاش صالح بعزة نفيسة ولا بالبندرية كلهم، قاعدة تغسل مواعين. مين هناك من الرجالة يا نجي؟ هناك ولدي بكري وزرزور والرجال اللي بيحرسوا الشونة كلهم. وكم مرة دي؟ مرت وهدان على مرت عمران قاعدين في الغيط. يبقى ما ينفعش تقعد هناك وحديها. شيء حد من الرجاله يجيبها نجي. حاضر يا اخوي. وانا هدخل اشوف ايه يتاكل. حكم البيت بقى زي الخرابه، تحتار في الوكل وتحتار في الشرب. شكلك ولفت على هناك يا عديله. ومن يكره راحه البال. هتساعديني ولا لا؟ لا. انت ليه ما اتجوزتيش لحد دلوقتي؟ اصلك حلوه قوي. اصلي ما شفتش واحده بجمالك قبل سابق. معقول انا لسه جميله وحد رايدني؟ بس ايه الفايده؟ ده غريب عننا وعمرهم ما هيقبلوه وسطيهم. يا ست نسمة، يا ست نسمة، يا ست نسمة، عاوز يا زرزور. افتح الباب يا ست نسمة. كيف؟ الباشا مهندس عمر لامم خلقاته ومصمم يسيبنا ويمشي، ولو سبته يمشي ابوك هيطين عشتي. وانت عاوز نعمل له ايه دلوقتي؟ الا تعملي له ايه؟ انت بنت الكبير وكلمتك ليها عنديه احترام. اقول له يقعد معانا بالعافيه اياك. عطنيه شوي عقبال ما نشوف بكري وين. ده لو طلع من هنا مش هنعرف ونعترف فيه. وهو عمر وين دلوقتي؟ طلع على الطريق بخلقاته يشوف عربيه تنقله للمركز. طب روح شوف بكري وانا احصل. تسلم يا ست نسمة، بس امانه عليكي تمسكي فيه وتثبتي، ده احنا من غيره نبوظ. وينك يا بكري؟ وكمان عاوزني اثبت فيه يا زرزور؟ إن كنت ماشي علشان خايف أقول لأبويا على اللي حصل منك فما تخافش، مش هقول له. وإن كنت ماشي علشان زهقت فأنت حر، لكن من الواجب إنك تستنى الراجل اللي فتح لك بيته وأرضه. شوف يا بنت الناس، أنا ما حصلش مني حاجة تمسك ولا لمستك ولا قلت لك كلمة عفشة. كنت قلت لك يعني إني شفتك، أنا كتمت اللي شفته. اقفل على الموضوع ده كأنك ما قلتليش. والله ما كان غرضي أحرجك، أنا كان غرضي أقول يعني يمكن ربنا كشفك لي عشان مقسومالي. أنا ما بطلتش تفكير فيكي بالحلال. قلت لنفسي ليه ما اتجوزهاش ما دام معتبريني واحد منكم. قلت الواجب يعني أسألك قبل ما أتقدم لك. وبعد ما عرفت حكايتي مع همام البنداري وكيف وقف حالي بالزور؟ أنا متعلم يا نسمة مش جاهل. شفت بنات كتير في الجامعة وفي البندر وعرفت واحدة واثنين، لكن ما حصلش نصيب. وزي ما فت معرفتهم باحترام فتهم باحترام. المهم انك محافظة على احترامك. وانت شايف ايه؟ محترمة ولا لا؟ اللي تخجل وتتعصب عشان واحد شافها وهي تسبح في المسجة بخلقاتها
تبقى بنت محترمه. النصيبة بعد كده. انت قلت لي انك كنت واقف وسط الزرع، وانا كنت بعصر خلقاتي وسط الزرع. كنت مسطوره وسط الزرع. قول الحق، عينيك بتقول انك بصيت لي. الحق انا عايز اتجوزك، بس خفت اكلم ابوك يقول عليا قليل الاصل ويطردني. قلت اخدها من قصيرها وامشي لحالي. انا هقول لامي، واذا ابويا وافق هشيع لك مرسال. لو كان مناعه هنا كنت وسطته بيني وبين ابوكي. قول لي الاول، اديك عرفت حكايتي، انت ايه حكايتك؟ ليه عازب لحد دلوقتي؟ وليه مهمل ناسك؟ ابوكي عارف كل حاجه من اول ما جيت. لو في نصيب اساليه وهو يقول لك. بيجي دول اصول يا باشمهندس، عاوز تفوتنا وتمشي من غير ما تقول للكبير؟ ما انا قلت له عيب. وعاوز تفوتنا ليه؟ حد زعلك لا سمح الله؟ لما يجي الكبير حسان هقول له انه مزعلني، ولو عرف يراضيني هقعد. اكيد هيراضيك، انت غالي علينا قوي. بس قول لي ايه طلباتك يمكن اقدر انا. هو طلب واحد مفيش غيره، يا تعتبروني واحد منكم بحق، يا الحق الباقي من عمري في بلد تاني. خبر يا فاضل، خير. سيناجي بعتنا عشان اجيب ست نسمه واوديها للبيت بالعربيه. وانت كمان هتيجي معانا؟ لا مش هاجي. انا جاهزه. قولي لابوي انها بايته هنا مع الرجاله وما تجيبيش سيره عن حكايه سعود. انا هبقى اقول. مع السلامه. مع السلامه. روق دمك يا باشمهندس، وانت برضك مننا وعلينا. كيفك يما؟ كيفك يا خال؟ خلصت الوكل؟ اهلا بالعرابه، كيف تدفني؟ كده يا خاله انا دفني؟ لا، حيا بزبال. عملت ايه وحدك يا بيه؟ غطست في المسجة مرة تانية؟ لا، كنت بغسل لكم المواعين. ولا انا قلبي حاسس انه وراكي حاجة، عينيكي زايغة والكلام بيتحش في حلقك. ايوه، ما انت مش فاضل لك غير انك تفتحي المندل وتجري الكف ونقول لك يا شيخة عديلة. وتتكلم طوالي يا بنت وتقولي في ايه؟ هقول، بس مش عايزة نجورة ولا كلام مسخ. قولي. بصراحة كده عمر عايز يتجوزك، مش كده؟ كده؟ قلت لك بنت الشيخ عديلة. مش قلتلك يا وجيدة؟ وحياة ابوكي مش قلتلك ان عمر عينه على بنتك؟ وايه اللي عرفك يا بنت انه عينه عليك؟ شافني وانا بغسل المواعين على المسجد وقال لي يعني اذا كنت ارضى بيه ولا لا، بس انا قلت له لا انا ولا ابويا هنرضى. وتنسحبي من لسانك ليه؟ كيف تتكلمي مطرح ابوكي؟ بتقفليها ليه؟ وما دام قفلتيها بتقولي لنا ليه؟ ولا فاكره انه هيطلب التاني؟ لا، ما هو عاود وقال لي لو كان ابويا هيعتبره واحد مننا يبقى هيوافق على الجواز، وان ما وافقش يبقى بيعتبره غريب واحسن له انه يهملنا ويمشي. وقلت له ايه؟ انه غريب ولا قريب؟ لا، قلت له عيب يمشي من غير اذن الكبير، ولازم يقعد يتكلم معاه راجل لراجل، وانا هوافق على اللي يقول ابويا. وبعدها جه بكري ومسك فيه. مسك فيه كيف؟ اتعاركوا؟ لا، مسك فيه قعد. ايه المهم؟ انت عاوزاه ولا لا عشان افتح ابوكي؟ حوشي يما طوابير العرسان اللي بتتقدم لي. قولي لابويا لو قعد 100 سنه يستنى واحد من العيله علشان يتقدم لي مش هيلاقي الا واحد مرته ميت علشان يخدمه ويخدم عياله، وانا مش ممكن اوافق بكده ابدا. واذا كان واحد مرته ميته وما عندوش عيال؟ لا برضه لا. تبقى انت اللي حكمتي بروحك على طلب عمر، لان الباشمهندس بتاعك مرته ماتت مقتوله وجي من بلده هارب من عاره لانه ما عرفش ياخد الطاره. عرفت ليه هو صابر على العيشه المره وسطينا؟ لانه ملوش متوى غير هنيك، وما اظنش ابوك هيوافق عليه. ما حدش يعرف قيمتك عند عمي حسان غيري انا، ويمين الله بيعزك معزه ولده مناع. وانا والله بعتبره في مقام ابويا الله يرحمه. سامحنا يا باشمهندس، انت مالك شهل؟ في حد في الدنيا مالوش شهل يا بكري؟ لا قصدي يعني عزوه وعيله زينا كده. كل الصعيد عباره عن عائلات، بس في عيله بتبقى قويه ومترابطه، وعيله بتبقى ضعيفه ومتفرقه. قصدك تقول غلابه يعني فقراء. كل عيله فيها الغني والفقير، لكن في اغنياء بيبقوا عاملين زي القرع يمدوا لبره، بيعطفوا على الغريب ويستخسروا في القريب. عندك حق،
لولا ان عمي حسان فاتح بيته وارضنا للعيله كنا ممكن نتفرج وكل واحد فينا يقول يلا نفسي. أنا من عيلة كبيرة فيها متعلمين كتير وأغنياء كتير، لكن كل واحد على راسه عامل كبير، استنى أخوه يقع في نصيبة عشان يشمت فيه ويعايره. عشان كده فوتهم ومش باكي عليهم. أنا وقعت في نصيبة، لقيت نفسي وحدي ما حدش سندني. كان قدامي حل من اتنين، يتحمل الذل وأعيش هناك، يهمل البلد وهج. اخترت التانية عشان أنساهم وينسوني، لكن لا قدرت أنساهم ولا قدرت أنسى حق اللي ضايع مني. ولو كنت مشيت دلوقتي كنت هبقى يا قاتل يا مقتول. لا حول ولا قوة إلا بالله. حياتك يا راس دياب. حياتك الباقية، سعيكم مشكور. حياتك الباقية، سعيكم مشكور يا اخوانا، ما حدش يجي لكم في حاجة وحشة. سعيكم مشكور. حياتك يا ريس دياب. مشكرين، سعيكم مشكور. مشكرين، سعيكم مشكور. سعيكم مشكور. سعيكم مشكور. العزا قلت تعملوه في مضيفة النجا، وتجيبوا عجلين على حسابي وتفرقوهم على الغلابة. هو في اغلب من عياله يا ريس دياب؟ لا والله، عياله انا متكفل بيهم، حق في رقبتي. اي حاجة يعوزوها انا ملزم بيها، زيهم زي عيالي واكتر. عشت يا ريس دياب. عشت يا ريس دياب. تعيش يا ريس دياب. خد يا شوقي، تجيب العجلين تذبحهم وتفرقهم بنفسك. يلا ربنا يكرمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نفيسة، تعالي يا نفيسة، تعالي. شوف يا بنت عمي، اديك سمعتيني قلت ايه قدام الرجالة، والكلام اللي قلته هعيده تاني قصاد الحريم. تعالي، اي حاجة تعوزيها نفيسة انت وعيالك هتوصلك لحد البيت، ولو في اي حاجة فاتتني ما خدتش بالي منها تاجي على هنا، لقيتيها تمد يدك وتاخديها من غير ما تشاوري حد. مش موجودة تنادي على رقية تطلبيها منها بالامر مش شحاتة. كتر خيرك يا كبير. كبير ايه يا اخي؟ حس ولدي همام في الدنيا، ولك منه غايب هتعمل كبير يا دياب. والله انا قلبي وكيلني عليه وخايفه ما يعاودش. ما هو لو تريحونا وتقولوا لنا هو راح فين. ها؟ وانتوا هتخافوا عليه اكتر من اهله؟ ايه الحديث العفش ده؟ ربنا يجيبه بالسلامة، ما طول عمره همام بيسافر وبيعاود من غير قلق. ما حيت انت عامل فيها كبير يا دياب، تبقى عارف ان ولدي مش معاود، ولو ولدي ما عاودش في ظرف يومين هتبقى انت اللي وضعت. اعوذ بالله، ايه الفعل العفش ده؟ ولدك مسافر ما بقالوش 4 ايام، ودول مش كتير على المشوار اللي هو رايحه. طب قول لي انا رايحه على وين؟ انا مرته ومعيادي ومن حقي نعرف. ما قال لك اسرار شغل؟ انتي بخره ما تشميش. خلاص خلاص خلاص، كلها 4 ايام. لو همام ما عاودش انا هسافر له، ومش هعاود غيره وهو معاي، عشان مرت اخوي ما تفكرش اني عاوز اخد مطرحه. كتاب الله يا دياب، ان ولدي معاود سالم غانم لكن محملك دمه، لانك فته يروح وحده وانت عارف انه كبير عيلة. ويمين بالله اتحايلت عليها روح وياه، قال لي لا يا ولد اخوي ما سيبكش وحدك اجي وياك. قال لي لا يا عمي، وجودك وياي هيشبهني قدام الحكومه في البندر. بلعت لها انا وسكت. افوتكم بعافيه، وكتر خيركم على اللي عملتوه مع جوزي، وكفايه ان خرجته كانت من بيتكم مش من بيته. كلها مقدر ومكتوب يا بنت عمي، واي حاجه تعوزيها زي ما قلت لك عندي. خدي بالك من عيالك، وانت يا شهدي خد بالك من اخواتك، انت دلوك راجل البيت. اي حاجه تعوزها يا حبيبي تعالى لي طوالي. يلا يا عيالي، ليكم رب اسمه الكريم. هي ليه عيلتنا ماسكها الشرطه، وعيلة حسان في سعاده والسرور على طول. جانا الهم. يا حسني، الفلوس راحت فين؟ الفلوس اتسرقت، الفلوس اتسرقت. حيزني، الفلوس اتسرقت. يا حيزني، يا حيزني،
اخوي كيف ده حصل يا كبير؟ اخوي الحقني يا حسان حسان الحقونا يا ناس والله ما في حد عملها غير البندريه. يا جماعة السرقة دي أول مرة تحصل في بيوتنا، عمر السرقة ما كانت طبع في أهل النجم. لا حصلت قبل سابق والبندريه نزلوا ارضنا وسرقوا محصولنا. سرقوا من جوعهم، سرقوا عشان ياكلوا، وأنا شاهد على عمله همام في عيلته لما عرف بالحكاية. سرقوا من جوعهم وحديث ناصخ، جرية مغاوري بتدافع عنهم عشان بقيت زيهم. ما تطلعش العيبة يا ناجي، أنا واد عمك وصلب من صلبكم، واللي يجور عليكم يجور علي، وأحلف قدامكم جميعا على كتاب الله إني ما أعرف حاجة عن السرقة دي، عليها طلاق بيت 3 ما أعرف حاجة. انتوا هتتعاركوا هنا وابويا بالموت فوق، قوموا ودوه المستشفى. قوم يا شاهين، جهز ركوبه طلعني الاول الاسفلت. روق يا ناجي، ممكن ما يقبلوش ياخدوه منك لما تديهم بطاقتك، حصلت معايا قبل كده وكيف ما رحت كيف ما جيت. خلاص خدوا عمر وياكم وانا كمان هاجي معاكم، وانا اللي هخدم ابوي. كلنا رايحين ما لهاش لازمه اللامه، ما هياش عركه. البركه في عمر وشاهين وناجي. خلاص انا هروح معاكم، مش هقعد هنا، انا ما اقدرش احمل ابوي.